أنا ميادة عندي 30 سنة. لو بصيت في المراية هلاقي ست الحمد لله شكلها حلو قوي. الناس بتقول عليها حسنة المظهر. متجوزة رجب طيب وعلى قد حاله، شغال بياع في شركة صغيرة، وعايشين سوا في شقة بسيطة كده من دواحي القاهرة. جوزنا عدى عليه 5 سنين، 5 سنين بحالهم، ولسه ربنا ما رزقناش. نفسنا في عيل يملى علينا البيت، بس الموضوع كان صعب. المشكلة مش فينا، بس المشكلة في الناس وأهلي. في كل زيارة وفي كل مكالمة لازم يفتحوا السيرة دي. ها ميادة، مفيش حاجة جاية في السكة؟ يا رجب، عايزين نفرح بيكم. بقينا بنخاف من المناسبات والتجمعات بسبب الزن ده، بقى هم تقيل على قلبنا احنا الاتنين. حاولنا كتير بكل الطرق اللي نعرفها، بس مفيش فايدة. في يوم قررنا ناخد خطوة، رحنا معامل تحاليل كبيرة. قلنا يعني نفحص كل حاجة، الخصوبة، الحيوانات المنوية، المبايض، أي حاجة. بس في المعامل قالولي أسفين، ما نقدرش نعمل الفحوصات دي من غير تقارير وتوثيق من دكتور متخصص. رجعنا البيت حاسين بخيبة أمل. رجب قعد يقلب في التليفون ودور على دكتور نسا يكون كويس. فجأة وراني التليفون. ميادة، أعتقد إن الدكتور ده كويس ومناسب لينا، شوفي عنوانه كده. بصيت على عيادة كانت قريبة قوي، يعني 15 دقيقة مشي من بيتنا. بصيت له كده وقلت له بتردد: شكله كويس يا رجب، بس ده راجل، أنا مش عايزة راجل يبص على جسمي من تحت، أنا بتكسف قوي يا رجب. طبطب عليا بحنية: يا حبيبتي ما تقلقيش، أغلب الدكاترة الشاطرين اليومين دول بيبقوا رجالة، وبعدين ده شغلهم، هما محترمين، أكيد داني هيكون محترم ومش هيعمل حاجة غلط. أنا ما كنتش مرتاحة، بس ثقة راجب في كلامه خلتني أوافق. قلت أهو علشان خاطره وعلشان خاطر حلمنا. تاني يوم راجب نزل على شغله الصبح، وأنا لبست عبايتي، حطيت لمسة مكياج كده خفيفة، أنا أصلا مش بحب المكياج كتير، وتوكلت على الله ورحت العيادة. أول لما دخلت قلبي اتقبض شوية. السكرتير اللي قاعد بره كان راجل. قلت في سري: يا دي النيلة، دكتور راجل وسكرتير راجل، مفيش فايدة، مفيش ولا ست واحدة في المكان ده. قربت منه وقلت: لو سمحت عايز أعمل فحص طبي، هل الدكتور موجود؟ بص ليا وقال لي: الدكتور هيكون هنا في أي لحظة. وبص ليا كده وقال لي: بس أنا شايف إن حضرتك مش حاجزة. اتكسفت، قلت له: أنا أسفة جدا، نسيت أتصل أحجز، ما ينفعش أدخل من غير ميعاد؟ ابتسم وقال لي: ما تقلقيش، اتفضلي استريحي، هو مجرد ما الدكتور ما يوصل هسأله. شكرته وقعدت ساعة، والساعة وقتها كانت 11 الصبح، والعيادة كانت فاضية تماما،